تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا في شبكة السلام الإعلامية. نرحب بكم أجمل الترحيب، ونرحب بضيفي هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، والأستاذ حسن إبراهيم من خارج الاستديو. أعزائي المستمعين، نتابع معكم وتتابعون على الرقم الواتساب 0044 79 47 83 1417، وهو ظاهر في الشاشة أمامكم. كذلك نستقبل استفساراتكم ومداخلاتكم وتعليقاتكم عبر الفيسبوك سلام شبكة السلام الإعلامية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قضيتنا اليوم معاشر المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات هي قضية كبرى وعظمى، إنها قضية الشعب الإريتري في مرحلة الشباب. الشباب وما أدراك ما الشباب، هم عماد هذه الأمة وقوتها. في أي دولة من الدول إذا كان شبابها في بر الأمان وفي علم وتعلم تصبح قوية، ومهما كانت فقيرة من الجوانب الأخرى. فالغنى الحقيقي هو غنى الشباب وقوتهم وتعليمهم وازدهارهم. وأي أمة كان شبابها في ضعف وهوان وانغماس في الشهوات فإنها تضيع. لذلك اليوم سنناقش قضايا الشباب الإريتري، ما قبل التحرير وما بعد التحرير. أين هم؟ في أي مربع؟ ما الذي تنتظر منهم الأمة؟ ما الذي قدمته الأمة الإريترية لهم؟ شبابنا الشاب الإريتري المسلم، بل وحتى غير المسلم، ماذا قدم لأرضه ووطنه؟ وماذا قدمت له الأرض والوطن أيضا حتى هو يقدم؟ كل ذلك إن شاء الله سنناقشه. ما هي أوضاعهم في أرض الوطن، وما هي أوضاعهم وأخبارهم وأحوالهم في خارج الوطن، في أرض المهجر عموما، سواء كان في الدول العربية والإسلامية أو في دول المهجر. أين هم؟ ما هي أوضاعهم؟ ماذا يريدون منا وماذا نريد منهم؟ سنبدأ النقاش على بركة الله مع ضيفنا الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين. الدكتور حسن، نريد لفتة سريعة عن مرحلة الشباب. مرحلة الشباب من ماذا تبدأ؟ من أين تبدأ وأين تنتهي؟ وماذا قال عنها الإسلام؟ الإسلام الدين العظيم، ماذا تحدث عن هذه المرحلة، مرحلة الشباب؟ وماذا كان دور النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ رجاء باختصار لأن لدينا قضايا كثيرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحلة الشباب بلا شك هي من أهم المراحل العمرية اعتنى بها الإسلام عناية فائقة، لأنها تمثل المرحلة الوسطى ما بين مرحلة الطفولة ومرحلة الشيخوخة. والقرآن الكريم يشير إلى هذه المسألة بتعبير قوة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم من بعد هذه القوة أيضا تأتي مسألة الضعف والشيبة. ضعفا وشيبة. إذن هي المرحلة المعبر عنها بالقوة، المرحلة المعبر عنها بالقوة. وبالتالي من استطاع أن يحافظ على هذه المرحلة ويعتني بها وينميها ويطورها، سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة أو على مستوى الدولة، فإنما هو نوع من الحفاظ على القوة. وهذا طبعا سر من الأسرار العظيمة للدول. يعني قوة الدول في حقيقتها في قوة شبابها. في شبابها. نعم. أيضا النقطة الثانية، يعني نلاحظ أن الإسلام جعل هذه المرحلة العمرية من المراحل العظيمة في
كسب على الأقل الأجور والتشجيع على ذلك، لأن هي مرحلة القوة. ولذلك الإنسان إذا ضيع هذه المرحلة يكون مسؤولا وشبابه فيما أبلاه. وأيضا مرحلة الشباب فيها نوع من الفراغ، وفيها نوع من الوقت، وفيها نوع من الطاقة والفاعلية التي يكون أيضا إذا أضاعها الإنسان سيكون مسؤولا عنها وعن عمره فيما أفناه. فالشاهد هنا أن هذه المرحلة اعتنى بها الإسلام عناية كبيرة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب، يعني إمام عادل وشاب نشأ في طاعة. الدرجة الثانية. الدرجة الثانية. يا سلام. النقطة الثالثة، هنالك العديد من النماذج التي ركز عليها القرآن ليدلنا أيضا على أهمية هذه المرحلة. فلاحظ أنت كثير من الأنبياء يشير القرآن إليهم بأن النبوة جاءتهم في مرحلة الفتوة ومرحلة الشباب ومرحلة القوة. يا سلام. يعني هذه أيضا يكاد يكون معظم الأنبياء جاءتهم النبوة كلهم شباب وهم شباب. يعني على دون ال40. إذن هذه مرحلة. سمعنا فتى يذكرهم أيوة يقال له إبراهيم. أيضا هنالك إشارة في القرآن الكريم إلى الفتية في سورة الكهف الذين فارقوا مجتمعهم لما رأوا أن هذا المجتمع فيه من المشكلات الدينية والعقدية والفساد، فخرجوا من هذا المجتمع منعزلين عنه في سبيل أن يحافظوا على الأقل عن أنفسهم. فامتدحهم الله سبحانه وتعالى وأفرد لهم قصة من القصص الأربعة في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن أيضا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم الذين التفوا حوله في بداية الدعوة هو كان ربما أكبرهم سنا، يليه بعد ذلك أبو بكر 37، عمر 27. إذن كل الذين حملوا معه الدعوة وكانت على كاهل هؤلاء من جهاد، من دعوة، من هجرة، من مقاومة، كل ذلك شباب. إذن نحن لا نحتاج في تقديري إلا أن نلفت الأنظار فقط إلى أن نقول أن الإسلام كرسالة أعطى للشباب قيمة مهمة وأعطاهم أولوية خاصة وأقام عليهم شعائره. ثم أيضا ركز القرآن الكريم في أن غالبا الدعوات والرسالات باعتبارها مراحل تجديدية في حياة البشر، غالبا الذين يتقبلونها هم الشباب عنده الأفق للتقبل، عنده الأفق للمبادرة، عنده الأفق للمقاومة. كبار السن يميلون إلى الاستقرار وإلى استمرار الأمر على ما هو عليه، لا يميلوا للتجديد. يرون أيضا قضية المقاومة فيها إشكال، دفع أثمان. المراحل العمرية في الشباب دائما فيها العطاء، فيها الفاعلية، فيها المبادرة، فيها الإخلاص. فهذا يمكن باختصار شديد فيما يتعلق بأهمية هل أولاهم النبي عليه الصلاة والسلام قضايا كبرى؟ بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم نماذج في حياته عليه الصلاة والسلام، أو معظم القيادات التي كانت تتولى الجيوش في حياته عليه الصلاة كلهم شباب. يا سلام. كلهم يكاد يكون شباب. يا سلام. يعني مثلا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع مصعب بن عمير كان من الشباب. جعفر وهو يذهب بالمهاجرين إلى الحبشة كان من الشباب. أصغرهم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، يوليه مهمة قيادة جيش يتجه نحو الروم، وفي هذا الجيش أبو بكر وعمر. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما كان يعطي رسالة واضحة إلى أن المستقبل للشباب. هذا الشباب إذا أهل، إذا تم الاعتناء به، إذا تم الاهتمام به، إذا صار الشباب يحمل قضية. للأسف الشديد طبعا كثيرا ما نحن أحيانا تضيع هذه المرحلة بغياب الرؤية وبغياب الهدف، فيظل الشباب شباب يعني لا غاية له ولا هدف له، فهنا يكون بلا معنى. لكن كل شاب، وهو يعني لاحظ أسامة بن زيد كان عمره وقتها تقريبا 18 سنة. يعني تصور أنت يكون في جيش فيه أبو بكر وعمر خمسينيات ويستلم الراية فيه أسامة بن زيد، فلما يتم يعني تحصل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يستأذن أسامة في أنه والله هو كان من الجيش والآن يجب أن يستثنى، ويستأذن في عمر أن يبقيه معه في المدينة. لاحظ هو أمير المؤمنين، ولكن القيادة هنا قيادة عسكرية الآن عينها النبي صلى الله عليه وسلم، يخضع لإمرتها عمر. يا سلام. فيأتي إلى أسامة يقول له أترك لي عمر احتاجه في الشورى في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد رجال وأعد قادة وأعد شباب، وهؤلاء الشباب لمسنا ثمرة جهودهم وثمرة جهادهم وثمرة علمهم. أيضا لو جئت إلى العلماء، دعني أيضا لاحظ الإمام الشافعي، هذا الإمام الذي يعد أحد أركان الآن الأئمة الأربعة على الأقل في الفقه الإسلامي. هذا الرجل توفي في عمر 50. الإمام النووي توفي في عمر 45 أو 40. يعني في الأربعينات. اليوم لو قلنا للشباب فقط والله أنتم ضيعوا أعماركم على الأقل
عمرك كله أنت عمرك أقرأ لنا فقط ما أنتجه النووي. تجد صعوبة في إنه الإنسان يكمل اليوم مثلا كتاب فقط. المجموع هذا ياخذ منك ما تستطيع. فالشاهد بأنه صراحة يعني التاريخ الإسلامي حافل أيضا ما بعد كل فترات سبحان الله التحرر من حالات الاحتلال الخارجي. طيب جميل. كان الذين خاضوها أيضا دكتور حسن عبد الجميل، أستأذنك أن نتوجه الآن للأستاذ حسن إبراهيم. الأستاذ حسن إبراهيم، أولا نرحب بكم في شبكة سلام الإعلامية ونشكركم على استجابتكم الدعوة، فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم، شكرا على المبادرة والنعم إن شاء الله، وجزاكم الله خير. طيب نحن أستاذ حسن استمعنا للدكتور حسن سلمان وهو يعرض عن اعتناء الإسلام بالشباب. نريد الآن نلتفت نحن إلى شبابنا الإريتري، أين هم الآن؟ في أي مربع؟ ما هي أوضاعهم؟ مدى اعتزازهم بهويتهم الوطنية كإريتريين؟ ماذا قدموا؟ نريد لمحة سريعة حول هذا، سواء الشاب الإريتري الموجود في داخل الوطن أو في الخارج. معك الميكروفون. أولا الشاب يعني يواجه تحدي كبير، يعني تحديات كبيرة من هو اتولد منه لغاية ما يكبر، ولغاية ما يعني في المشكلة إنه في طموحات، وحتى الشباب يعني حتى دينيا مثلا في إريتريا لو شفت إنه يعني التحديات يعني احنا ما أستاذ يقدر يعمل حسن، أي شيء. أستاذ حسن إبراهيم حفظك الله، التحديات سنأتي إليها، ولكن نحن نريد الآن أن تسرد لنا الواقع، واقع الشاب الإريتري، واقعه في الداخل ماذا يفعل من حيث التعليم، من حيث الاقتصاد، يعمل ولا ما يعمل؟ ثم أيضا في خارج إريتريا وضعه في الدول العربية والإسلامية، وضعه في دول الغرب، أين هو؟ يا ريتك تحدثنا في هذا. والله يا الشباب إريتريا كله خير. في إريتريا مثلا إنه في يعني كلهم يعني أغلب طبعا شباب في جنود وعندهم مشاكل يعني، لكن إنه بعد ما يطلعوا من البلد حتى في جوا إريتريا مثلا إنهم بيتعلموا مثلا، بيقدموا حاجات كثيرة في جوا إريتريا. حتى بعد ما طلعوا ما شاء الله يعني مجتهدين مع بعض، وبيحاولوا إنه يعني يتحدوا ويساعدوا ويساندوا بيناتهم. المشكلة إن جوا إريتريا ما يقدر يعمل زي ما هو عايز يعني، الحكومة مثلا بيتحكم فيه مثلا، لكن إنه بعد ما يطلع إنه يلقى فرصة إنه يتعلم ويعمل هو عايزه. الحمد لله إنه شباب إنه كلهم مثلا يعني مجتهدين مع بعض، وبيحاول إنه يساندوا حتى الهوية الإريتريا مثلا، إنه يعني مع بعض بيعمل حاجات كثيرة يعني. وزي ما شايفينهم في أوروبا مثلا، في دول العرب مثلا، يعني التعليم الديني، التعليم يعني حتى الشغل مثلا، في ناس كتار ما شاء الله شغالين يعني، وبيساعدوا أهلهم، هم بيساعدوا روحهم مثلا وكذا. لكن لو تكلمنا إنه يعني قسمنا عن داخل إريتريا وخارج إريتريا، إنه في فرق. داخل إريتريا إنه يعني الشاب المسلم مثلا ما يقدر يعمل أي شيء، وما يقدر يقدم هو عايزه، إنه هو يعني عنده صعوبات. لكن إنه في كتار من الشباب ما شاء الله إنه يعني بيقوموا بينمو أو بيقوموا دينيا مثلا، يعني معهد الإسلامي مثلا، حتى الدراسة مثلا، وفي منهم شغالين. حتى بعد ما يطلعوا من البلد تلقاهم منهم يجتهدوا، يعني في منهم بيتاجروا، وفي منهم يعني بيتعلموا مثلا بيمشوا للعلم، وفي منهم يعني تلقاهم يعني شغالين وكلهم في خير. طيب أنت ذكرت أنهم في أرض الوطن يقومون بالأعمال والوظائف الممكنة المتاحة لهم رغم وجود التحديات. طيب
صح. هل لك أن تذكر لنا الإمكانات المادية التي توصلوا إليها في داخل الوطن؟ ده سؤال رقم واحد. أيضا في الجانب التعليمي، أين وصلوا في المراحل التعليمية في داخل الوطن وكذلك في خارجه؟ كم عندنا مثلا الآن إذا كنت تتحدث عن الجانب الاقتصادي وأنهم يعملون ويشتغلون، كم عندنا من رجال الأعمال منهم مثلا؟ طيب لو تكلمنا عن نعم تفضل. واصل. طيب لو تكلمنا عن إمكانيات مثلا الوظائف، طبعا أي واحد بيحاول يعني شخصيا، وليس مثلا يعني ما عنده مساعدة من حكومة زي ما يدوا مساعدة أو يعطوهم للغير المسلم مثلا، لكن هم بيحاولوا في كتار ما شاء الله، يعني عندهم تجارة وعندهم حياة، لكن إنه ما هو بنفس الكثافة اللي كان زمان. لكن لما يطلع من البلد إنه يعني بتلقاهم بيمشي، لما يمشي الدول الثانية في كتار ما شاء الله، يعني بنعرفهم مثلا. أبدأ من السودان مثلا، أمشي حتى دول الخليج اللي بيمشوا بيشتغلوا هناك دكاترة والمهندسين وكده، وحتى في دول أوروبا مثلا في كتار مثلا ما شاء الله يعني عاملين الدكتوراه وكده يعني. إنه آه، في كتار مثلا عن المراحل الدراسية مثلا، في كتار إنه عندنا متعلمين. وده أنا شفت في السودان، وعندي كم يعني أصحاب مثلا في أوروبا وكده يعني. وما شاء الله إنه في شباب بيجتهدوا وكده، لكن في كتار طبعا لسه يعني هم لهم صعب إنه تطلع من البلد وتلقى بلد آخر، لكن وفي أستاذ تحديات حسن، أنت تقول أنهم كثار، يعني هل هذه الإحصائية دقيقة فعلا؟ هل هم كثار فعلا؟ هل لدينا مجموعة كبيرة من الدكاترة والمهندسين والمهنيين؟ هل عندنا فعلا كمية إذا رجعنا إلى البلاد ممكن يقوموا البلد؟ يعني كم النسب؟ يعني أعتقد أنه نحتاج إلى التدقيق في هذا الموضوع. نعم هم خرجوا والله. وتواجدوا في السودان وفي السعودية وفي غيرها، لكن كم الأعداد صح. الذين حصلوا على شهادات عليا وأصبحوا دكاترة، خصوصا أطباء ومهنيين ومهندسين و... و... ومتخصصات متفرقة؟ يعني نحن نجد الأهالي يشتكون أن معظم خريجي الثانوية لا يجدون فرص التعليم، نجد يشتكون من هذا. وكذلك نسمع أن صح. الأهالي يشتكون أن معظم الشباب في دول أوروبا يعني يعملون الأعمال الممتهنة، الأعمال البسيطة، إما أنهم صح. قائدي مركبات أو أنهم يعملون في بعض الأمور. يعني ما نسمع، يعني ليس هناك، إما أنهم يعني فعلا دكاترة ولكن ليس عندهم الهوية الوطنية. لم يعني لا يوجد نقابة مثلا، نقابة الأطباء الإريتريين في الخارج، ولم نسمع مثلا نقابة المهندسين الإريتريين في الخارج. لم نسمع مثلا شباب مثلا طلبة العلم إلا قليل. بعد الروابط في الشباب نعم موجودة، لكن أين أثرهم؟ إذا كان فعلا عندنا بأعداد كبيرة متعلمة، أين أثرهم؟ زي ما ذكرنا إنه هو الإحصائيات ما دقيقة، لكن هو من الخبرة أو شفت يعني كان من الناس اللي سمعت عنهم، أو من برضو يعني ناس اللي يعني كنت معاهم وكده يعني. في كتار، لما نقول كتار ما معنى إنه مثلا بالآلاف يعني. في كتار يعني هيكون بالعدد، لكن إنه المشكلة إنه في مشكلة في الهوية الإريترية مثلا. إنه عشان إنه مثلا لو ذكرنا كسودان عشان تدرس كإريتري، إنه في جامعات إنه صعب، ما تلقى فرص. لكن إنه في كتار ما شاء الله بيدخلوا ب- بحاجات مختلفة، إنه بيعمل بيخش طيب الجامعات جميل جميل. ويعمل لهم بتاع. إذا طيب أعطينا الوجه الثاني. وهل هناك أيضا شباب من هو أخفق وله مثلا بعض الأمور التي لا ينبغي؟ حدثنا عن هؤلاء. نحن نتحدث الآن عن واقع الشباب الإريتري من أجل أن نوجد الحلول المقنعة. إنه المشكلة زي ما ذكرنا لكن المشكلة إنه في كتار ما نقول ما فعلين. إنه مثلا شاب يكون مدرس ويقدم للمجتمع، إنه يعني يساعد المجتمع
يسعى في المجتمع، انه الشاب لسه ما وصل للمرحلة. لكن انه يعني في متعلمين الحمد لله، لكن انه ما فعالين زي ما قلنا. حتى لو يعني في كتار انه ماشي في الهند، في كتار في اوروبا، انهم دخلوا لاوروبا وكده يعني. لكن انه شغالين اغلبهم انه في مجال يعني ما مجالهم، لانه في تحديات اللغه ولسه على الامتحانات وكده. لكن يعني في منهم يعني زي ما قلنا نقابه الاطباء، انه في انا بتذكر في عندي صاحبي دكتور وكده كان يدير نقابه الاطباء في السعوديه استراليا وكده. لكن انه انا شفت انه ما يعني فعال. كمان كان عندهم يعني برامج انه شرق السودان ويعمل برامج وكده، لكن انه يعني زي ما نقول ما فعل وما يعني ما بالكثافه انه يعني الارتريني. طيب ابقى معنا شيخ حسن، شكرا لك على هذه المداخلة الطيبة، وخليك معنا. سنعود إليك إن شاء الله. دكتور حسن، استمعنا لرأي الأستاذ حسن إبراهيم وهو يتحدث عن الشباب الإريتري وذكرهم بخير، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم في الأمر المتاح بين يديهم، في حين أن هناك رأي آخر يقول أن الشباب الإريتري حقيقة يعني سواء كان بسبب التحديات أو بغيرها ليس هو على الأمل الذي كان ينبغي أن يكون عليه. يعني الإحصائيات يقول الأستاذ حسن غير دقيقة. نريدكم دكتور حسن أن تجدوا دليلكم في هذه القضية أنها مهمة، حتى نحن ننتقل من خلالها نجعلها كقاعدة نبني عليها. الشاب الإريتري ما قبل الاستقلال ماذا كانت طموحاته، وبعد الاستقلال أين هو؟ طيب إن شاء الله، وقبل أن أجيب على هذا السؤال دعني أعلق على كلام الأخ حسن. أولا، من القضايا المبشرة جدا في شعبنا يكاد يكون نسبة الشباب الذين على الأقل ما دون 40 في الإحصاءات الرسمية على الأقل الأريترية تكاد تقارب 70% تقريبا. يعني عندنا مثلا ما دون سن 15 42%، ما فوق 15 إلى 64 هؤلاء عندنا 54%. ما شاء الله. لو أخرجت النسبة تقريبا من مجموعة 15 إلى 64 وحاولت أن تضيفها إلى المجموعة الأولى، فكأنما الذين يصلون إلى سن 40 تقريبا دون 40 هؤلاء لا يقلون بأي حال من الأحوال عن 70-75%. نسبة العجزة أو العجزة هنا أقصد ما فوق 65، هؤلاء لا يتجاوزون تقريبا 4% كإحصاء. الدراسات كلها في هذا الاتجاه لهذا النوع من المجتمع هو مجتمع شاب ومجتمع قوي ومجتمع مستقبلي. يعني هذا المجتمع لو وجد عناية، وجد اهتمام، وجد على الأقل الرعاية المطلوبة، فهو مجتمع مستقبلي، بمعنى فعلا ثروته في شبابه. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية فيما يتعلق بواقع الشباب، على الأقل هنالك مثلا بعض المجموعات التي رتبت نفسها من الخريجين، فكانت مثلا عندنا الرابطة الطبية الإريترية، ومن هنا أحيي حقيقة الإخوة القائمين عليها، وخاصة الدكتور خليفة صالح، هو القائم على هذه الرابطة، ومن الدكاترة اختصاصيين في موضوع الباطنية، وهو جزاه الله خير دائما ما يقوم بأعمال كبيرة جدا عندما تكون هنالك مشكلات في شرق السودان، ويلتف حوله على الأقل نخبة طيبة جدا. يعني أذكر مثلا في فترة من الفترات كانت هذه الرابطة لا تقل عن 500 طبيب، فيهم طبيب وفيهم صيدلي فيهم مختبر، يعني كل التخصصات كلهم إريتريون. لاحظ أن هذا العدد الكبير بطبيعة الحال إذا لم تتاح له الفرصة أصلا للاندماج داخل وطنه، وتتاح له على الأقل فرصة حتى يؤدي الرسالة، أعتقد هذا سيكون في نهاية المطاف تستفيد منه طاقات دول أخرى، ويكون ضمن آلة على الأقل لا يستفيد منها بشكل مباشر الشعب الإريتري. هنالك قانونيون، هنالك شرعيون، هنالك يعني دعنا نقول بأن المجموعات التي درست على الأقل التخصصات في المناطق العربية كل هؤلاء يكاد يكون لم يكن الاستفادة منهم بالشكل المطلوب في داخل إريتريا. فيبقى إذن هذه جزئية. الجزئية الثانية، هنالك مشكلة بطبيعة الحال، الشاب الإريتري مهما كان سلبيا على مستواه الشخصي في تدينه في التزامه في كذا، لكن هنالك قضية لا يستطيع أن يتخلى عنها الشاب الإريتري عموما، وهو أنه لما يخرج من إريتريا همه أن يساعد الأسرة في داخل إريتريا.
أو يساعد الأسرة في مخيمات اللاجئين. فتجده بغض النظر بعد ذلك ماذا يعمل، وهل العمل الذي يعمله عمل مناسب أم غير مناسب، لكن تجد في ذهنه أنه يحمل فكرة أنه لا بد أن يكون أن يكون مساعدا لأسرته. فهذه طبعا مسألة مهمة. تبقى هنالك ملاحظات فعلا في بعض المجموعات الشبابية، وهؤلاء على كل ليس هنالك إحصاء، ولكن في مجموعة من الشباب أحيانا تكون همها الأساسي البحث عن الخلاص الشخصي، يعني لا يلتفت لا إلى أسرة لكن هؤلاء لا أتصور أنهم يشكلوا على الأقل نسبة كبيرة في الوسط الشبابي من خلال على الأقل احتكاكنا بالشباب. هويتهم كإريتريين، نعم، هل هم هوية كإريتريين؟ هو الغالب على كل في الشباب الإريتري، الغالب فيهم الحفاظ على الهوية الإريترية، الغالب فيه. مثلا لو افترضنا أن الهوية تتشكل من ديانة على الأقل ينتسب إليها الشخص، وتتشكل من لغة ينتسب إليها الشخص، ومن عادات وتقاليد والتزامات على الأقل مجتمعية يعني يعرف بها الشخص بأنه هو ينتسب إلى الكيان الأريتري. كذلك مسألة الذاكرة التاريخية، الانتماء الوطني والوجدان نحو هذا الوطن، دي إذا اعتبرناها هي على الأقل مكونات الهوية الإريترية، فهنالك فعلا من يحافظ عليها. هذه نسبة لا بأس بها أعتقد، خصوصا لما ترجع مثلا وتتابع إلى الجروبات الإريترية الموجودة الآن على صفحات الفيس، لما تجد والله في صفحة من الصفحات مثلا فيها ما لا يقل عن 10,000 من الشباب الإريتري كلهم تضمهم على الأقل صفحة واحدة ويتدارسون قضايا وطنهم، أعتقد هذه نسبة معتبرة ومقدرة جدا. ربما تنقص على الأقل الشباب الإريتري بعض القضايا، هذه ممكن إن شاء الله نتكلم فيها، اللي هي إلى الآن المكونين المسلم والمسيحي ربما وسائل التقاطع بينهم أكبر من عوامل التواصل. يعني تلقى جروبات التجرينية مثلا لحالهم وجروبات بقية أبناء المسلمين لحالهم، هذا على كل إشكالات تظل إشكالات مجتمع على مستوى الشباب على الأقل في الطرفين، لكن أحسب أنه في مساحة لا بأس بها من الحفاظ على الأقل على مسألة الهوية. طيب في نسبة بطبيعة الحال تذوب في المجتمعات، في مجموعات تذوب في هذه المجتمعات. النسبة، هو هذا الكلام الآن، هذه النسبة هل هي المؤثرة أو تلك المؤثرة؟ لأن نحن بطبيعتنا كإريتريين إذا كنا نقول أن لدينا شباب وشباب فاعل ومتعلم، أين أثره؟ أين أثره في واقع الساحة الإريترية سواء كان في الداخل أو في الخارج؟ ليس لهم أثر. سنعود إلى الجانب الثاني إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا وابقوا معنا مستمعي الأكارم والمشاهدين، أبقوا معنا فاصل، نعود إليكم إن شاء الله. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريترية.
السلام عليكم، عدنا إليكم. كنا نتحدث عن الشباب الإريتري في أي مربع هو الآن. تحدثنا مع الأستاذ حسن إبراهيم واستمعنا لرأي الدكتور حسن أن لدينا الحمد لله مجموعة طيبة من المتعلمين والباذلين في شعبهم وفي أسرهم. السؤال الآن الذي ينبغي علينا أن نناقشه معكم مشاهدي الأكارم هو أين تأثير هؤلاء؟ إذا كنا فعلا نقول لدينا متعلمين في السودان وفي غير السودان أو في داخل إريتريا وفي خارجها، لدينا مجموعة من الأطباء عددهم 500 وأكثر، لدينا نقابة المهندسين وغيرهم، فأين أثرهم هؤلاء في بناء مجتمعهم سواء كان في الداخل أو في الخارج؟ أذكركم برقم التواصل الموجود على الشاشة. أظهروا لنا الرقم أحبائي 0044 7947 831417. نريد أن نسمع أيضا منكم مستمعي الأكارم والمشاهدين، نريد أن نسمع رأيكم في هذا. أين نحن؟ أين الشباب الإريتري؟ ما الذي ينبغي عليه أن يكون؟ ما الواجب؟ الشباب هم قوة، إذا نحن اجتمعنا على ضرب هذه القوة فقد اجتمعنا على إضاعة الشعب الإريتري المسلم. نرجع إلى شيخنا ودكتورنا الغالي دكتور حسن لنسأله فنقول أين أثر هؤلاء الشباب؟ نعم، على كل فيما يتعلق بقضية الأثر صحيح، ربما جزء كبير من الشباب الذين تحدثنا عنهم قد يكون أثرهم محدود على مستوى مساعدة الأسر وإعانتها والقيام على أمرها، هذا قد يكون ملموس، وهذا أعتقد كثير من الشباب الذين هاجروا سواء هاجروا إلى الخليج والمنطقة العربية أو هاجروا إلى أوروبا على الأقل يقومون بجزء في هذا الجانب. لكن فيما يتعلق بالمسؤوليات الأخرى على مستوى المجتمع ككل وعلى مستوى أيضا بناء ذواتهم هم كشباب، حتى على مستوى بناء الذات، كثير من الشباب لو أردنا أن ندرس مثلا الحالة ستجد أن قطاع واسع جدا من الشباب ربما بعد أن خرج إريتريا لم يطور نفسه بالشكل المطلوب، بحيث يكون مثلا خلال 10 سنوات يعيشها في أوروبا يتحول من شخصية عادية إلى شخص على الأقل والله استطاع أن يحصل على نسبة من العلم ونسبة من التأهيل، بحيث والله يكون فعلا فاعليته في المجتمع تكون أكبر من أن يكون شخصا بسيطا. هذا على كل فيها إشكال على مستوى الاهتمام بالعملية التعليمية ومواصلة التعليم والتأهيل والتطوير. أعتقد الذين اهتموا بأنفسهم ربما يكونوا أقل بكثير من الذين ربما لم يهتموا وتوقفوا فقط في محاولة تحسين الوضع الاقتصادي لأنفسهم أو لذويهم. الحالة الثانية فيما يتعلق بالاهتمام العام قضايا المجتمع، للأسف الشديد كثير من الشباب، وهذه يمكن من خلال رصد لحالة الشباب تجد أن حركة الجدال داخل صفحات الفضاء الافتراضي هذا أكبر بكثير من الفاعلية على الأرض، وهذه إشكالية كبيرة. يعني ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فتجد أن النقاشات والمهاترات وأحيانا قد تكون حتى الاعتداءات اللفظية والقولية على مستوى الصفحات أكبر بكثير من أن يكون هنالك والله اتفاق على برنامج عمل معين والانطلاق به إلى بالضبط. ولذلك هذا الذي أنا عنيت الشيخ، فهذه على كل فيها إشكالية. من خلال التتبع الاستقراء لمواقعهم وأمورهم، ما الذي تقرأه؟ أين طموحاتهم؟ ما الذي يريدون أن يصلوا؟ وين تجمعاتهم؟ وين حركاتهم؟ نعم، وين؟ هذا حقيقة والله مصيبة كبيرة للأسف الشديد. يعني مثلا في فترة من الفترات ظل الشباب مثلا يهاجم الأحزاب السياسية بحجة أنه والله لم يتيحوا لهم فرصة مثلا. طيب أين أنتم؟ مثلا فأنا دائما كنت أقول والله يا أخي الساحة هذه مفتوحة للجميع، لا أحد أصلا يستطيع أن يحجر على شخص بأنه والله إذا أراد أن يعطي فليعطي. نعم. ثم قامت مجموعات شبابية وبأعداد كبيرة جدا، ثم بعد فترة هذه المجموعات نفسها تنشطر على بعضها البعض ولا تستطيع أن تتقدم، ثم بعد فترة أحيانا تسيطر فيه النزعات الجهوية والقبلية، فنقبل في مشكلة بدل أن يكون والله هذا الشاب عنصر فاعل وإيجابي في بناء المجتمع يتحول هو نفسه إلى كتلة تفتيت وكتلة. طيب دكتور حسن، يعني. دكتور حسن، نحن كما ذكرنا أن ثمة مجموعة من الشباب ممن تعلموا وقائمين بكذا، أيضا هناك مجموعة ليست بالقليلة بل ربما يكونون هم الأكثرية الذين هم حقيقة لم تتح لهم فرص التعليم، لم تتح لهم فرص العمل، لم يجدوا حقيقة من يعينهم على أداء واجبهم كشباب. طيب من المسؤول عن هذا؟ هل
من الصواب أن نشير أصابع الاتهام فقط للنظام، نقول النظام هو الذي فعل كذا والنظام هو الذي فعل، هل هذا من الصواب؟ طب أين المجتمع الإريتري؟ أين عقلاؤه؟ أين متعلموه؟ إذا كنا نقول عندنا نقابة مهندسين عددهم 500 ونحن أحييهم وأحيي الدكتور خليفة بارك الله فيه، وأحيي كل شاب درس وتعلم وكل شابة درست وتعلمت، لكن أين جهودهم في إعانة إخوانهم من الشباب؟ كما أن لدينا عودة أيضا في ذلك الشاب الذي يعني يمد يده لأمه أو لأخته فهي التي تنفق عليه. لدينا رسالة أيضا لهؤلاء، ولدينا رسالة كذلك دكتور حسن للشاب الذي يقع في أحضان المومسات والعياذ بالله، وفي أحضان وينسى الواجب الكبير الذي في رأسه والذي ينبغي عليه أن يكون كشاب فاعل. حول هذه القضايا نريد أن نسمع رأيكم، ثم سنرجع لأستاذ حسن إبراهيم إن شاء الله. نعم، على كل فيما يتعلق بمسألة الشباب وأهمية أن يكون له هدف، يعني أي شاب إذا ما حدد هدف على الأقل يريد الوصول. لا، من المسؤول؟ من المسؤول؟ نعم، قضية المسؤولية ابتداء هي أصلا مسألة السلطة السياسية بشكل عام، مهمتها في ظل على الأقل وجود مجتمع قوي وفوض قوة سياسية أو فوض سلطة سياسية، الأصل أن تكون هذه السلطة راعية وقائمة بمهامها. لكن في حالة أن السلطة بأي شكل من الأشكال فرطت، استبدت، لم تقم بواجبها، فإن الواجب لا يسقط عن المجتمع. لأن الأصل أصلا المجتمع هو أن يقوم بواجباته. يعني قضية اعتماد المجتمعات على الدولة في كل شيء هذه هي حالة طارئة، يمكن جاءت مع 100 سنة فقط. يعني مع الدولة القطرية جاءت فكرة أنه والله المجتمع يعتمد في كل قضاياه على السلطة السياسية. لكن كانت حركة مجتمعاتنا الإسلامية في تاريخها 80% من القضايا كانت مجتمعية. التعليم كان مجتمعي، الصحة كانت مجتمعية، الثروة كانت مجتمعية، جزء كبير من القضايا كانت قضايا مجتمعية. طيب هل مثلا بعد المعذرة على المقاطعة، هل يوجد للشعب الإريتري جامعة علمية غير الجامعة أسمر التي قسمها النظام؟ هل يوجد للشعب الإريتري جامعة أخرى في خارج إريتريا؟ طبعا الحال ما في إلى الآن للأسف الشديد. كل المؤسسات العلمية التي على الأقل أنشئت هي دون المرحلة الجامعية، يعني أقصاها وأفضل أحوال يمكن أن نتكلم عنها. طيب ليس هذا تقصير يا شيخ حسن؟ هي المرحلة الثانوية. طبعا للأسف الشديد، وهذه الإشكالية، أنك إذا رهنت كل شيء على السلطة السياسية ورهنت كل شيء على انه والله الى ان يتغير النظام، مثلا عند البعض يقول لك والله كل شيء يتغير. طيب الان مرت 30 سنه والنظام لم يتغير ونحن لم نتغير. ونحن لم نتغير. هنا الكلام. طيب اذا كان والله نحن لم نتغير. طيب انت 30 سنه والله على الاقل مرت ال5 سنوات الاولى في ظل اعطاء الدوله على الاقل فرصه انه ترتب اوراقها وتلملم اطرافها وتقوم بواجب، ما قامت. يفترض ال5 سنوات التاليه المجتمع ينظر الى نفسه، إذا كان والله أنا ليس مفتوحا لي للمجال لأن أبني قدراتي وإمكاناتي داخل الوطن، فلتفكر خارج الوطن، ما في إشكال. يعني اعتبر وطن صندوق اتقفل عليك وحاولت داخل هذا الصندوق، فكر بعد ذلك خارج هذا الصندوق. فأنا في تقديري هل الشعب الإريتري يعجز عن إقامة جامعة خارج؟ أليس الشعب الإريتري أليس لدينا تجار؟ أليس لدينا رجال أعمال؟ أليس لدينا إمكانات؟ هل نعجز؟ الشعب الإريتري لو توحدت كلمته، وهذه مهمة جدا، ضع تحتها ألف خط، تمام. لو توحدت كلمته كمكونات اجتماعية ومكونات سياسية ومكونات على كل مالية واقتصادية، يمكن أن يقوم بأشياء كبيرة وكثيرة جدا. تمام. لكن طبعا التفريق والتشتت والضعف هذا يورث الضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن عندنا تجار، عندنا ما شاء الله يعني قيادات علمية، عندنا مشايخ وعلماء، عندنا قيادات سياسية، في الكثير من الشخصيات التي يمكن حقيقة أن تقوم بهذه الأدوار. ولكن للأسف الشديد عندنا أيضا منظمات، هذه المنظمات الخيرية نفسها لو أنها فكرت في اتجاه وحدوي، إنه والله يا أخي نعمل بدل كل جمعية تشتغل لحالها، خلينا نعمل مظلة واحدة على الأقل تجمع كل هذه المنظمات الخيرية مظلة تنسيقية تحت تنسيقية واحدة. وتكون بعد ذلك فلتوزع الاختصاصات من داخلها، ولنعمل جميعا من خلال صندوق واحد مثلا على الأقل. والله نهتم، مجموعة تهتم بالتعليم، مجموعة تهتم بالأرامل، مجموعة تهتم بالأيتام، وهكذا. فعلى كل صحيح. المجتمع فيه قدرات كبيرة وغير للأسف الشيء غير مستفاد منها حتى هذه اللحظة. والعقلية حتى هذه اللحظة هي عقلية تأجيل كل الملفات حتى يتغير النظام، وهذه حقيقة على مستوى تنمية المجتمع وبناء قدراته فيها إشكالية كبيرة جدا. لاحظ الآن مثلا إخواننا الصوماليين
سقطت دولتهم بالكامل، مش زينا نحن، سقطت بالكامل، يعني انتهت الدولة ولم يعد أصلا هنالك دولة تسمى يعني أو سلطة سياسية على الأقل تعبر عن نظام سياسي، سقطت. انظر إلى واقع الصوماليين وفاعليتهم الآن في كل العالم. يا سلام. قوة تعليمية، قوة اقتصادية، قوة مندمجة في المجتمعات الأوروبية، وصلوا إلى مستوى وزراء يكافحوا في الكونغرس الأمريكي. فهنالك إشكالية حقيقة ما بين نمط التفكير عندنا ونمط التفكير عند الإخوة مثلا الصوماليين. طيب ذكرت حقيقة مشكلتنا في الوحدة، كلام جميل سنرجع إليها إن شاء الله تعالى، لكن نتوجه لحبيبنا الأستاذ حسن إبراهيم. أستاذ حسن، أنت معنا جزاك الله خيرا. الشيخ حسن تحدث عن ما يتعلق بالتعليم، وأن الشعب الإريتري تجاره ورجال الأعمال و يعني حتى متوسطي الدخل بإمكانهم أن ينشئوا جامعة علمية عريقة تعلم الشعب الإريتري عموما دون التفريق بين مسلم ومسيحي، ودون التفريق أيضا بين قبلي وغير قبلي. عندهم إمكانات أن يستطيعوا فعلا أن يعلموا ويوجدوا. في الجانب الاجتماعي رأيكم الكريم. نحن الآن إذا كنا نلوم الشاب الإريتري في أنه وقع في الحرام مع فتاة أو غيرها، لو رجعنا إلى السبب، هذا الشاب لم يتمكن حقيقة من أن يجد عملا مناسبا له حتى يوفر المهر، وكذلك لم يتمكن من أن يجد المأوى حتى مثلا يسكن امرأته، وكذلك لم يجد من يعينه على أداء المهر وما إلى ذلك. هل يعجز الشعب الإريتري أن يكون مؤسسات أو أن يكون مؤسسة هيئة إغاثية تقوم بتزويج الشباب، معاشر الشباب بعضهم بعضا، حتى نقلل من فتنة الفساد؟ رأيكم في هذا؟ والله كلام جميل. المشكلة إنه قبل ما نعمل أي شيء لازم يكون في نشوف اختلاف المجتمع الإريتري. إنه المشكلة إنه في الاختلاف، إنه حتى المسلم والمسيحي ما في ثقة بيناتهم. حتى لو دخلنا في المجتمع المسلم برضه ما في ثقة بيناتهم. إنه مثلا القبائل والحاجات كثيرة، يعني إنه أولا لازم نحسم إنه يعني لازم يكون في صيغة بيناتهم قبل ما يعني يعملوا الجامعات أو حاجة دار العلم، يعني إنه ده الأكبر الإشكالية اللي عندنا. لكن لو اتفقوا، يعني لو يعني بقى في صيغة بيناتهم، إنه يعني المجتمع الإريتري يقدر يعمل أي شيء، من ضمنهم الجامعات. يعني لو توحدنا ونقدر يعني نعمل لنا أشياء كثيرة. لكن المشكلة إنه عندنا إشكالية زي ما قال الدكتور الشيخ حسن سلمان، إنه في مشكلة الصيغة بيناتنا والقبائل والحاجات كثيرة، إنه يعني ما بيخلينا نتأخر في التقدم عشان نقدم حاجات كثيرة يعني. لكن إنه لو يعني اتفقنا واتحدنا والشباب الإريتري ما شاء الله يعني شباب في خير. عندنا زي ما قلنا ذكرنا، عندنا تجار وعندنا يعني متعلمين وعندنا. لكن المشكلة إنه يعني كما نمينا الصيغة، ما في زول، يعني ما في شيء، يعني ما في واحد يقدر يقدم يعني للآخر، وكل واحد منتظر من الآخر. ده المشكلة وده الإشكالية اللي عندنا. ويعني إن شاء الله نتحد ونعمل الحاجات كثيرة يعني. طيب إذن الشعب الإريتري لديه إمكانات، ممكن أن يقيم جامعات، وممكن أيضا أن يمد يد العون لهذا الشاب فيوفر له العمل ويوفر له الإمكانات لأن يحدد مستقبله. لكن إشكاليتنا كلها في عدم الوحدة وعدم الاتفاق وعدم تأليف القلوب. طيب ما الحل؟ إذا كنا نحن نرى أن هذا هو الإشكال، ما الحل؟ هل سنبقى نسكت؟ الآن الشيخ حسن قال كلمة كبيرة، قال إذا كان قصر النظام كذلك أيضا قصر المجتمع. يعني المجتمع المفترض بعد 5 سنوات ينبغي له أن يستيقظ، لكن الآن مضى 30 عام، مضى 30 عاما والمجتمع لم يقدم شيء. ما زلنا نبكي ونشير أصابع الاتهام فقط لجهة واحدة هي المقصرة، بينما نحن مقصرون أيضا. السؤال برأيك الآن،
إذا كان لدينا نحن فعلا إشكالية فيما يتعلق بالوحدة، يعني هذا جبرتي أنا ما أتعاون معه، وهذا سهاوي أنا ما أتعاون معه، وده مسيحي أنا ما أتعاون معه، ما عندنا شيء يربطنا وليس عندنا الاستعداد للتآلف، ما هو الحل؟ زي ما ذكرت انه طبعا النظام الاريتري من اول ما بعد استقلال، انه زي ما تقول فرق وتسيد، يعني انه يعني فرق في الشعب الاريتري بكل مكوناته، يعني دينيا حتى بقبائل وكده يعني. لكن انه احنا ذاته ساعدنا انه عشان يعني يطول عمره، يعني احنا كنا يعني من شاكل وكده يعني بيناتنا وما في صغة. لكن انه زي ما قال سبحان الله المفروض يكون التقوى يعني ده المميز، والنية أفضل حاجة. لو أصلحنا نيتنا وكلنا اتحدنا ونبقى قوة يعني قوة كبيرة وقوة إنه يعني لا تسد، يعني ده أهم شيء. طيب جميل. لكن طيب لو عملنا طيب. كل شيء هذا أيوه. طيب نحن أستاذ حسن أوشكنا على نهاية الحلقة، في 30 ثانية ما هي نصيحتكم للشباب؟ يعني الآن إذا قلنا نحن قصر النظام وقصر الشعب، طيب أنت أيها الشاب ما دورك؟ ما دورك؟ والله يا أخي الشباب، أول حاجة عايز أقول له يعني لازم إنه نتعلم من الماضي، إنه التفريق أو المشاكل القبلية يعني نتركه جانبا. والثانيا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عشان كده إنه أنت كل ما تبقى أقوى كل ما إنه أنت يعني تملك حاجات كثيرة. ولازم الشباب لازم يكون طموحين، لازم يكون إنه يتعاون بيناتهم ويتحدوا، ويعني في يعني يخلوا التفرقة بيناتهم، وحتى حنشوف خير في كل شيء. بارك الله فيك، شكرا لك أستاذ حسن، أسأل الله تعالى أن يكتب لك هذه الكلمات. دكتور حسن 3 دقائق معنا، لماذا تحب أن تختمها رسالة للشاب الإريتري ودوره في المجتمع؟ والله يا أخي، مسألة الشباب أنا أقول بأن المجتمع يعول عليهم كثيرا باعتبارهم القوة الشابة القوية اللي على الأقل تحمل لواء التغيير، بغض النظر نوع التغيير، التغيير على مستوى الوضع المعيشي، التغيير الاقتصادي، التغيير الاجتماعي، التغيير على مستوى التعليم، التغيير في الثقافة والسلوك، التغيير السياسي. كل ذلك ستجد أن الشباب هو العنصر الأقدر على أن يحقق هذا الموضوع. النقطة الثانية، من لم يكن متعلما في نفسه وصالحا في نفسه لن يصلح غيره. فالإنسان عليه أولا أن يبذل، يطور نفسه، يتعلم، يجتهد، يضع هدف في الحياة. يعني قضية أنك والله ماشي سائب لا يمكن أن تحقق شيء. دعنا نحدث شيخ حسن، رسالتكم للشاب الإريتري داخل إريتريا ما هي؟ داخل إريتريا بطبيعة الحال هي قد تكون الفرص أضيق بكثير من خارج إريتريا. على الأقل إلى المرحلة الثانوية ننصح الناس ابتداء أن هذه الفرصة المتاحة له عليه بالتعليم. يعني لا يمكن أن نعول على شخص جاهل مطلقا، المجتمع كله محتاجين إلى أن على الأقل إلى المرحلة 11 خليه يلتزم بالتعليم والعمل التعليمي. وهنالك على كل من خلال مراجعاتي في الإحصاءات الرسمية على الأقل موجودة عند الأمم المتحدة إلى الصف التاسع إلى حد كبير النسبة معقولة، يعني كثير من الرجال والنساء والبنات والأولاد إلى حد ما. هل تؤيد هجرة الشباب من الداخل إلى الخارج؟ أنا عموما لست من أنصار الهجرة إلى الخارج، من أنصار المقاومة في الداخل والصمود في الداخل. يا سلام. أي يعني كثيرا ما يستشيرني الناس والأهل والأقرباء أقول لهم والله يا أخي الخروج إلى الخارج هو في نهاية المطاف أنت كأنما البحيرة أو المكان الذي تستطيع أن تنمو فيه وتتطور فيه وتنجز فيه وتقاوم فيه وتصمد فيه هو وجودك في الداخل. عندما تفرق البلاد من الشباب تأكد بأن عملية التغيير كلها تتأخر. طيب رسالتكم في الخارج؟ رسالتي في الخارج علينا مساندة الداخل. يعني إذا كنا نقول بأن الداخل نقول له أصبر وأبقى وأصمد وكافح، وضع هدف في هذه الحياة، وبأن قضية التغيير كلها بكل أنواعها مسؤوليتنا نحن كشباب على الأقل موجودين في داخل. على الخارج أن يعمل في شكل جروبات ومجموعات متخصصة. رسالتكم لتجار الأعمال. جميل. بس قضية الجروبات أنا كل ما أتمناه حقيقة من الشباب، يعني كل أعمالهم الآن وثقلهم بقى في الجدل السياسي،
ليس في الجوانب العملية. هنالك مجموعات وجروبات أتمنى أن يتجه الشباب إلى أن يكون في مجموعات متعلقة بالفكر والثقافة، مجموعات متعلقة بالجوانب الاقتصادية والتنموية، مجموعات متعلقة بالعمل الخيري، تعمل في هذا الاتجاه. لكن كلنا نكون في جروب واحد، وهذا الجروب طابعه جدلي سياسي ولا ترجمة له على الأرض، هذا سيعيق وليتنا أنتجنا، لا ينتج شيء. ليتنا أنتجنا. بالنسبة للتجار أتمنى أن يكون هنالك على الأقل أفكار إبداعية فيما يتعلق بأن والله أنا صاحب مال، يجب علي على الأقل أن أفكر في أنه والله هذا المجتمع الذي كنت جزءا منه ولا زلت له علي فضل بعد الله سبحانه وتعالى. ما هو الشيء اللي أنا على الأقل أكافئ به هذا الشعب؟ كثير من الناس درسوا على حساب الشعب الإريتري، تعلموا على حساب الشعب الإريتري، ربما نمت إمكاناتهم على حساب الشعب الإريتري. جميل. رسالتكم للأمهات. رسالتنا للأمهات، أنا أقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فعلى الأم أن تربي أبنائها وتحافظ عليهم وتحرص على أن ترضعهم الهوية الإرثية. أنا أقصد دورها تجاه الشباب. نعم، أن تنمي على الأقل روح الانتماء في أبنائها وتعلمهم وتربيهم وتنصحهم وترشدهم، وإذا رأت فيهم أي محاولة انحراف عليها أن تكون هي من يسدد ويقارب ويوجه على الأقل، وأن تحرص على أن والله الهوية الإريترية في نهاية المطاف قد لا يكون يرضعها من الأب، على الأم أن تكون مسؤولة في هذا الاتجاه. وهذا طبعا أفردنا له قبل فترة أهمية المرأة ودورها، وكل ما كانت هي واعية ومدركة كلما استطاعت أن تنشئ لنا جيل وتربي لنا على الأقل مجموعة من الشباب يكونوا إن شاء الله قادرين على المساهمة في العمل الوطني. مستمعي الأكارم المشاهدين الكرام، باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، وكذلك الأستاذ حسن إبراهيم، والطاقم الذي يعمل هنا داخل الاستديو، والشكر موصول لكم لحسن متابعتكم، وأسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا ليل يا جنة عشت بها طفولتي، يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا ليل يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر.